سالنا الناس في الشارع ايه اكتر حاجه بيحبوا ياكلوها في الشتاء. شويه محشي سخنين دلوقتي يبقى في الجون. ياه، يعني شوربة العدس بتبقى جامدة أوي في البرد بصراحة، تحتويني كده. محشي، شوربه لسان عصفور، فراخ، الحاجات اللي بتدي طاقه للبني ادم يعني. البيتزا اشمعنى بقى؟ عشان بيبقى طعمها كبيرة، عشان عليها جبنة موزاريلا وبطماط. محشي اكيد يعني. اشمعنى بقى؟ اي محشي. اي نوع محشي؟ اي محشي، ورق عنب، كرنب. جوزين حمام محشيين رز كده وجنبهم صينيه مكرونه بالبشاميل. تجوعتني كده. ايه اكتر حاجه بتحب تاكلها في الشتاء؟ المحشي والمشويات. يعني المحشي في الشتاء ده ينفع؟ المحشي في الشتاء ده ينفع طبعا، والمشويات كفته وكوارع وطرب وحاجات من دي. ايه اكتر حاجه بتحب تاكلها في الشتاء؟ الكريبات. كريب بس يعني؟ اه انواع الكريبات ايه؟ البرجر والشاورما. ممكن المكرونات، النجريسكو، البشاميل، الشوربات عامه عشان بتدفي في الشتاء. ممكن الممبار وميته حلوه قوي في الشتاء. تخيل معايا بقى ان كل الاكلات اللي انت سمعتها دي موجوده في مكان واحد بس، ابن مصر. ابن مصر ده بقى يا سيدي مكان عظيم جدا موجود في شبرا، فيه قعده عربيه كبيره قوي تنفع للصحاب والعائلات، وفي كمان قعده كلاسيك للناس اللي بتحب القعدات الكلاسيك. مكان نظيف وهادي ورايق، وفي كيدز اريا عشان لو معاك طفلك ما تخافش. اول ما تخش المطعم هتلاقي في وشك على طول الممبار والمحاشي والحمام. تخش كده على الشمال تلاقي مشويات بقى، حواوشي وشيش وكفته. طلعنا وعملنا الاوردر ونزل لنا بسرعه جدا جدا. اول حاجه لقينا قدامنا الصينيه دي، بدانا بيه رز بقى وفراخ وكفته وبطاطس تكفي ل3 4 افراد. كل حاجه واخده حقها كويس في السوا، ريحه وطعم من الاخر بصراحه. عندهم اختراع كده اسمه السلايز الفضائيه، انا جربت منه اللي بالسجق وبالكريسبي وباللحمه المفرومه. اما بقى الناس اللي بتحب الفطير فعايز اقول لك ان عندهم فرن جامد جدا بيطلع الفطيره لا هي هشه ولا هي ناشفه، تحفه تحفه تحفه، مليانه جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده، وبصراحه طعمها عالمي. بالنسبة للكريبات فعندهم ميكس الجبن وميكس اللحوم الفراخ واللحمة. والعشاق الباستا عندهم هناك نجريسكو وبولينيز بقى، يعني بص هتتدلع. واللي قدامكم ده بقى الاهتمام ما بيطلبش، وده سبب المشكلة اللي هتحصل دلوقتي. انت هتقدر على دي كلها لوحدك؟ دي ده انا اكل كله يا مصطفى. كل بس يا مصطفى، كل انا انا عايز عايزك. ايه؟ سيب طب دي. انا عايز سيب دي. لا دي لا، دي كده لمراتي، انا واحد متجوز قلب. يا عم خليها انت جنبي كده. متجوز، انا مالي قربلهاش، انت خليك انت في باقي الحاجات دي يابا. اتبسط. انت راجل ماشي اهي، انا اهي. مالي يا عم. بسم الله كده جرب، بس مالكش دعوه ما تقربش دي بعد اذنك. يعني انت شايف كده يعني؟ انا شايف كده. خد اكتم احبس احبس احبس، خلينا نشوف اخرتها هما معايا. مستنيين لحد الساعه كام؟ ابن مصر طلع هايبر اكل فعلا زي ما بنشوف دايما في الاعلانات بتاعته. المكان حلو جدا ونظيف، والاكل بينزل بسرعه، والمكان مناسب للشباب وللاسر والعائلات. انصحكم فعلا تجربوا الاكل هناك، هتحس ان طعم الاكل بيتي مش في مطعم ابدا. عاملين الفتره دي عروض كتيره جدا وبوكسات مناسبه لجميع الفئات الاقتصاديه. المطعم موجود في شبرا، وهسيب لكم العنوان بتاعه بالظبط في الكومنتات.